عمرك سمعت عن ديانه اسمها الديانه السيخيه؟ بالظبط زي ما سمعت كده، اللي بيعتنقوا الديانه دي بيطلق على شخص فيهم اسمه السيخ. الديانه دي انتشرت بالتحديد في القرن 16 الميلادي على ايد مجموعه من الاشخاص بيسموا نفسهم لقب الغورو، والغورو دي يعني المعلم، اما كلمه سيخ معناها تابع او تلميذ. خد بالك السيخيين دول لهم بعض العقائد الغريبه شويه، اهمهم لبس العمامه او زي ما هو واضح في الصوره عندنا دلوقتي. العمامه دي شيء مشهور جدا بالنسبه لهم، كمان ما بيقصوش شعرهم اطلاقا، بل انهم بيلبسوا العمامه علشان يغطوا الشعر الطويل، ومن وجهه نظرهم ان طول الشعر وتركه ده شيء من القداسه، ومن وجهه نظره ايضا ان السيخي لا ينحني لشخص، فبالتالي ما ينفعش انه ينحني قدام حلاق. طبعا مبدئيا لازم تكون عارف ان موطن الديانه السيخيه هي منطقه الهند وباكستان، والديانه السيخيه النهارده بيعتنقها اكثر من حوالي 27 مليون نسمه، والعدد ده طبعا كبير قوي، ولكن مش هتستغرب لو عرفت ان منطقه الهند بصفه عامه كانت محتله من بريطانيا، وبريطانيا كانت بتسمح للسيخ وبتعتمد عليهم في حروبها الخارجيه. طبعا ده ادى للسيخ فرصه ان هم ينتشروا خارج ارضهم وينشروا الديانه بتاعتهم اللي بلغ تعدادها حوالي 27 مليون نسمه. الديانه السيخيه النهارده موجوده في اكثر من 22 دوله، ولكن النسبه الاكبر او 80% منهم موجودين في دوله الهند وباكستان، واقليم هناك بيسمى اقليم البنجاب.